طبعا يعني الواحد مش محتاج يتكلم على ماتشات امبارح، يعني ما شاء الله ماتشات تشرح القلب كده. يعني مفيش بس كان غير ماتشات الساعة 9 هي اللي مجنونة، ماتشات الساعة 5 دي ماتشات عايز ضربها بأوسخ. فلو وصلك الفيديو انزل اخبط اللايك كلمتين، ايوه انزل ادعس اللايك حالا بلا فعلا، واشترك في القناة. ضروري ضروري نشترك في القناة، ما نتفرجش وما نشتركش، يعني لا نتفرج ونشترك. وانزل فعل زر الجرس عشان يوصل لكل جديد معانا، ومعاكم الميكانيكي لتحليل مباريات كاس العالم بشكل ساخر. يلا بينا. معانا اول ماتشين في المجموعه اللي انت يعني تبص لها كده انت مستغرب هي ازاي المغرب صعدت متصدر في وجود الناس دي. بلجيكا اللي هي المصنف المفروض اول كانت عالميا وحاليا تاني بعد البرازيل. عندك كرواتيا اللي هي كانت وصيف المونديال اللي فات. فبتبص كده يعني تقول لا المغرب المفروض خلاص يعني على ورق المغرب اخر مجموعه مع وجود كندا ثالث والمغرب رابع. يشاء العليم القدير ان المغرب تصعد اول. ابني وش اجرام 100 مرة مش 99. تقول لي ازاي يا ميكانيكي؟ اقول لك ازاي. اما نقعد كده نفكر ونبص مع بعض ايه اسباب صعود المنتخب المغربي للدور الثاني. المغرب بيتعامل في البطولة على انه فريق اوروبي، وهو ذات نفسه شايف انه فريق اوروبي. تصريحات وليد الركراكي بيقول احنا هدفنا الفوز بكاس العالم. هو مش في مخيلته اكيد ان هو ممكن يكسب كاس العالم، بس هو اللي احنا ايه هنوصل لادوار متقدمة هنخلي العالم كله يعني يدينا تعظيم سلام كده للمغرب على اللي عملته. اول حاجة يعني طموح المنتخب. تاني حاجة البعد عن الاعلام، البعد عن السوشيال ميديا. انا مش هشتت نفسي، لا ما انا مش هنزل فيديوهات العب وما تلعبش وروح وما تروحش والمنتخب السعودي وهيرفي رينار واحنا عندنا مدرب مجنون والكلام ده. المغرب منتخب اوروبي، منتخب عارف هو عايز يروح فين في المونديال ده. عامل مونديال 10/10. انت بتتكلم في انه يعني ارقام قياسيه اتضربت امبارح في الماتش بتاع المغرب وكندا. المغرب قدرت تكسب كندا 2-1 بهدف حكيم زياش ويوسف النصيري. حكيم زياش اسرع لاعب عربي يسجل في تاريخ المونديال. يوسف النصيري اول لاعب مغربي يسجل في نسختين متتاليتين من المونديال، نسخه 2018 ونسخه 2022. المنتخب المغربي حقيقي شرف الكره العربيه والكره الافريقيه يعني بشكل لا يصدق حقيقي. لا انت بتبص على المنتخب المغربي، لا هو منتخب بيلعب، منتخب عنده روح، منتخب مؤمن بنفسه انه يقدر يروح في ادوار متقدمه. منتخب هو تبص على الاسماء اللي فيه اسماء تشرف، اسماء تشرف. انت عندك باريس سان جيرمان، تشيلسي، اياكس، فرق سامبدوريا الايطالي كلها فرق برضو. بايرن ميونخ. انت بتتكلم في ان كلها فرق ما شاء الله كبيره في اوروبا. انت عندك لعيبه في المنتخب محترفين فيها. يقول لي يا ميكانيكي هو طب مصر كسبت المغرب ازاي؟ والله انا زيك معرفش بالستر والصحه، بس هو اكيد المنتخب المغربي اللي بيلعب في كاس العالم غير المنتخب المغربي اللي مصر لعبته في الامم السنه اللي فاتت. غيره ما فيش وجه مقارنه. ده خسرته انه في افريقيا والله العظيم. ده اللي مش ده قارته اللي ظلمته، ده قارته اللي هو فيها هي اللي ظلمته. ممكن المنتخب المغربي صعوده لدور ال16 عشان يلاقي اسبانيا اللي كانت على وشك ان هي تطلع امبارح من البطوله. يعني نخش في المجموعه الثانيه، مجموعه اسبانيا المانيا اليابان كوستاريكا. انت عزيزي المشاهد انت في لحظه من اللحظات انت كنت حاسس ان اليابان وكوستاريكا هم اللي هيصعدوا من المجموعه دي، ولا اسبانيا ولا المانيا. انت بتبص امبارح اليابان حطت هدف في الثاني على طول، وكانت قبل اسبانيا جايبه جون عن طريق الفارو موراتا. لا جنون 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 حرفيا. بتبص من الناحيه الثانيه على المنتخب الالماني وكوستاريكا. انت كان في وقت من الماتش كوستاريكا كانت متقدمه يعني المانيا كانت 2، كوستاريكا جابت الاول وجابت الثاني وكانت هتتقدم، وجت بعدين المانيا حطت الثالث والرابع. بس المانيا كانت عايزه مهرجان اهداف عشان كانت تعرف تصعد.
مهرجان اهداف عشان كانت تعرف تصعد مع، مش هقول لك مع اسبانيا، مع اليابان. مع اليابان، تصعد مع اليابان. بس اللي نفع اسبانيا ماتش كوستاريكا، ماتش السبعه اللي كسبته، عمل فرق اهداف رهيب بينها وبين المانيا. المانيا ما قدرتش ان هي تصعد. ويعني وتيجي تكلمني على المنتخب الالماني وليه الناس فرحانه ان المنتخب الالماني طلع. ده المانيا اول ما دخلت البطوله دي دخلت وكان يعني الموضوع كان متاخد سياسيا وعرفي اكتر من يوم متاخد من الناحيه الكرويه والتكتيك والكلام ده كله. يعني انت بتتكلم على ان المانيا جايه بتدعم الشواذ، مش مركزه في الكوره. مع ان المانيا لو تبص على لعبه، لا المانيا كانت يمكن اكتر فريق في المونديال على ما اظن. هو عمل فرص في المونديال اصلا، فرص للتسديد، فرص ان هي يجيب تجوان، فرص حاجات كتير. مجموعه حرفيا، مجموعه يسموها مجموعه الموت، مجموعه جنون جدا، مجموعه قدرت ان اليابان تصعد فيها الكمبيوتر الياباني اللي يعني ياخد كل التحيه والتقدير على اللي عمله في المونديال ده. لحد دلوقتي مشوار اليابان في المونديال مشوار مشرف جدا. اليابان والمغرب منتخبين هما يعني حصانين سود في المونديال، مفاجأة ما كانش الواحد ممكن يتوقعها. يعني الواحد كان متوقع في الأول في حلقة التوقعات لو كنتوا بصيتوا عليها المغرب، أنا توقعت المغرب الحصان الأسود للبطولة، بس حقيقي اليابان عاملة مونديال عظيم جدا. طيب إيه مواجهات دور ال 16 معانا؟ مواجهات دور ال 16 معانا أسبانيا والمغرب. شكلهم كده ايه، هيلعبوا على مضيق جبل طارق. يعني هو اللي يكسب ياخد المضيق، يكتبوا باسمه كده. ما بتضحكش ليه يالا؟ كفايه. مواجهه هتكون جميله جدا، مواجهه شرسه جدا، فيها تحديات. طموح المنتخب المغربي هيزيد في انه هو مؤمن بنفسه انه هو يقدر يطلع المنتخب الاسباني من البطوله عادي جدا. اسبانيا هتحاول ان هي تاكد على ان لا، انا مستحق ان انا افضل متواجده في المونديال واقدم مستويات اكتر واكتر. بالمناسبه صح، ما اتكلمناش عن مباريات المجموعه الاولى، الكلام خد كرواتيا وبلجيكا. كرواتيا وبلجيكا انتوا عارفين يعني ماتش العيان والميت، وانتوا عارفين العيان بيعمل ايه في الميت، فمش محتاجين ان احنا نوضح اكتر من كده. عليها جوز. ماتش انضف واحد كان بيلعب يمكن تروسارد، انا بشوف يعني هو انضف واحد كان بيلعب كان تروسارد في المنتخب البلجيكي. يعني لوكا مودريتش في الاخر خد جايزه رجل المباراه. والله يا ملك ماتش بتاريخ 1/12، يعني ما يتقالش عليه غير كده، ما يتقالش عليه غير كده حرفيا. يعني واضح انه كبر السن، يعني خلاص بان عليك، والله بان عليك فعلا. ما علينا. الناحيه الثانيه ماتش مين؟ ماتش المغرب وكندا. اتكلمنا عن المغرب وكندا. المغرب باداء مشرف جدا قدر انه يعدي كندا ويتصدر المجموعه، عشان المغرب يلاعب اسبانيا واليابان تلاعب كرواتيا. في مواجهه هتكون شديده جدا، مواجهه الكمبيوتر الياباني مش محتاج ابدا انه يعطل. اليابان تقدر تكسب كرواتيا، اليابان تقدر تكسب كرواتيا، بس الفكره في ان عناصر الخبره اللي في كرواتيا تاهلها ان هي تكسب بالخبره. بس يعني الاداء في الملعب هو اللي يحكم، العامل البدني هو اللي يفرق، التكتكس بتاعه المدرب من سواء مدرب اليابان او مدرب كرواتيا هو اللي هيفرق برضه في اداء اللعيبه في الملعب. المهم ده كان رايي، المهم رايكم انتوا في الكومنتات. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتابعوني عشان تشوفوا كل جديد. معاكم الميكانيكي لتحليل مباريات كاس العالم. سلام عليكم. فكرت في خارج كرة القدم فخسرت معركتها في أرضية الميدان عندما تدافع عن قضية خاسرة.